التسعير غلط يعني انتحار بطيء، ودي مش بتبقى حادثة لكن اختيارك انت. شركة تصنيع عصائر طبيعية حاولت تنافس بالسعر الرخيص جدا عشان تكسب زباين بسرعة. الأرقام قالت حاجة مختلفة، الربح قليل جدا والمصاريف الثابتة عالية جدا، والخسارة بدأت تظهر شهر ورا شهر. صاحب المشروع اتصدم، مش لأنه ما اشتغلش لكن لأنه جاب جون في نفسه وبفلوسه. التسعير مش بس رقم، ده جزء من الإدارة الاستراتيجية. لو السعر قليل تكسب مبيعات لكن تخسر هوامش ومش هتقدر تستمر في النمو. لو السعر عالي في عملاء فعلا هتروح للمنافسين لكن المشروع هيكون صحي ماليا. الاستدامة مع المنافسة بتساوي الاستقرار. زي لاعب بالظبط بيجيب جون في نفسه، وده مش خطأ عفوي، ده قرار غلط في اللحظة الغلط. المدرب الشاطر بيحط تعليمات تحمي المرمى وتخلي الفريق يكسب بدون أهداف ذاتية. في الاستشارات احنا مش بس بنقول خلي السعر كويس، احنا بنحسب لك كل السيناريوهات من اول التكلفة وهامش الربح وحجم السوق والمنافسين، وبنطلع السعر اللي يحميك ويكبر مشروعك. لو محتار في تسعير منتجاتك، مكالمة دلوقتي تحمي مشروعك من خسائر متراكمة. انا الدكتور احمد ابو المعاطي، وفي ملعب البيزنس هنعلمك ازاي تلعبها صح.